ازيكم عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بينا نسمي الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف بقى الروتين اللي بادئ من بعد الفجر ده. بصوا بقى على رأي امهاتنا اللي كانوا يقولوا لنا الشغلانة البدرية منسية، وفعلا البركة في البكور، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. يعني بصراحة الوقت بتاع اللي هو بيبقى بعد الفجر ده في بركة ببركة اليوم كله. عشان كده انا بحب استغل الشوية بتوع اول اليوم دولت، وبالذات بقى لو شغلانة مهمة او لو انا مثلا ورايا شغل كتير، بحاول ان انا اقسم اليوم. هعمل ايه الفجر، هعمل ايه بعد ما ارجع من المدرسه، هعمل ايه قبل ما جوزي يرجع من الشغل. المهم ان انا هستغل الوقت من بعد صلاه الفجر لحد الساعه 6 كده او بعد شروق الشمس. الحبه دولت يا بنات او الفتره دي فيها احسن شغل انا بعمله في اليوم كله. عاوزه اقول لكم بقى ان هدوء البيت في الوقت ده لا يقدر بثمن. انا بشتغل كده بالرايق في هدوء، مفيش حد بيقعد يناكف فيا، مفيش حد بيقعد يضايقني، كل البيت نايم، انا قاعده كده براحتي بعمل كل اللي ورايا في هدوء وراحه بال. المهم بقى ان انا قمت صليت الفجر الحمد لله، قرات الورد بتاعي، قرات اذكار الصباح. كنت مطلعه الفرخه دي من الفريزر تفك قبل ما انام. قمت الصبح لقيتها يا دوبك كده فكت، غسلتها كويس ونقعتها في المحلول ده. المحلول ده عباره عن ايه؟ في موسم البرتقال والسفندي يا بنات، لو لقيت مثلا برتقانه او سفنديه بادئه كده تضرب كده من الجنب، او بادئه يعني هتعفن او هتبوظ، فانا باخدها بحطها في الفريزر. اول ما تبدا تتجمد كده بقطعها طرنشات او بقطعها كده دواير، وبحفظها في العلبه في الفريزر او في كيس على حسب بقى ما انت هتخزنيها. وبطلعها لما باجي اغسل بقى لحمه، سمك، فراخ، بستعملها كده مع الليمون. وحتى لو ما عنديش ليمون فهي بتغني وكفايه. عندي ليمون بقوم جايبه بقى في الكبه واروح فرمه ليمونه مع قرن فلفل، مع طماطمايه شويه خل، واروح فرمهم كده، وكمان حطاهم في المحلول بتاع نقع الفرخه دي. بحط كمان شويه خل زي ما قلت لكم. واجمل حاجه بحب احطها كمان عود قرفه لو عندي، بس انا ما كانش عندي بصراحه فما حطيتش النهارده. وكمان بحط معلقه فلفل اسود. معلقه الفلفل الاسود دي ريحتها حلوه وقويه على الزفاره، بتقضي على ريحه الزفاره. وكمان الفلفل الاسود بيتجمع على الريم اللي بيكون موجود تحت جلد الفرخه ده، فبالتالي انت هتعرفي تتخلصي من الريم ده كويس. عشان كده بحط معلقه الفلفل الاسود ده، بخلاف زي ما قلت لكم ان هو ريحتها قويه على ريحه الزفاره، فهو بيساعدني ان انا اتخلص من الريم بكل سهوله. المهم بقى ان انا زي ما قلت لكم هنقع الفرخه في شويه خل بالمحلول اللي احنا ضربناه في الكبه، ليمون مع فلفل مع طماطم، وهحط كمان شويه فلفل اسود، ولو في طبعا عود قرفه بحط، مفيش خلاص. هنقع الفرخه بقى في الكلام ده كله وهحطها في التلاجة لحد ما ارجع من المدرسه. لسه لحد الان ما حدش صحى منهم عشان افطروا قبل ما نخرج، فقلت بقى اروح اعلم شويه ورق كده، التصحيح بتاع اختبار الشهر ده. هصحح شويه ورق، مش هلحق اكمل كله طبعا، كل فصل يا بنات بيختبر ليه 3 نماذج، فانا يعني يدوب كده هلحق اعلم نموذج واحد بس، ومش هلحق اكمل الباقي. حسيت انها هنتاخر، فرحت بقى صحيت البيت كله، فطرتهم بقى ولبسنا عشان نخرج، وكل واحد فينا يروح مكانه، اللي هيروح الحضانه بقى، واللي هيروح شغله، واللي هيروح المدرسه. المهم ان انا في الوقت ده قلت لازم اصحيهم بقى عشان ما نتاخرش. الورق اللي انا بركنه على جنب ده يا بنات، يعني حاسه ان مستوى الطالب ده متوسط او اقل من المتوسط، فانا براجع على الورق تاني بهدوء، بحيث ان انا احدد المشكله. هو مثلا الدرجه دي مش كويسه ليه؟ بسبب مثلا ضعف تركيز، متسرع في اجابته، ما رجعش كويس على المنهج. ببدا يعني احدد نقاط ضعف الطالب ده فين. ممكن بقى اجي كده في الفصل احاول ان انا اتكلم عبارات تشجيعيه او اتكلم بطريقه تشجيعيه. مثلا اقول لهم اللي حاسس ان هو محلش كويس في الامتحان يقول لي عندنا فرصه نعوض المره الجايه، عندنا لسه فرصه اخر السنه. اللي عنده درس معين عاوز نشرحه له تاني يقول لي، اللي حاسس ان هو في عنده حاجه مش مفهومه يعرفني. بحاول اتعامل معاهم بطريقه ما تكسفش الطالب ده مثلا، او تحسسه بالاحراج قدام زمايله. وبالفعل يا بنات بيجي لي طلبه فعلا يقولوا لي احنا ما حلناش كويس عشان بسبب كذا او كذا. في الوقت ده بقى لازم اتدخل بطريقه تشجيعيه تشجع الطالب اللي قدامي ده على ان هو يأدي اداء افضل. ممكن مثلا اقول له انا عارفه ان انت قدها، انا عارفه ان انت الشهر الجاي او الاختبار الجاي هتبقى احسن، انا واثقه فيك، انت على فكره كويس جدا جدا، بس محتاج بس شويه تركيز قليلين قد كده. اخطائك بسيطه وسهله تقدر تتفاداها المره الجايه، وخليكم عارفين ان انا هنا عشانكم. لو حابب نراجع النقطه دي مع بعض انا موافقه. فانا بحاول على قد ما اقدر يكون دوري تشجيعي، اشجع الطالب اللي قدامي ان هو يتحسن ويكون اداؤه افضل المرات اللي جايه. المهم بقى ان الكلام اخدنا، ونسيت اقول لكم ان انا خلصت تصحيح وخلاص نزلنا المدرسه، ورجعت تاني من المدرسه وبدات اجهز الغدا. اكله النهارده هتتعمل كلها في حله واحده، وكمان الاكله دي ترندي جدا والكل بيتكلم عنها، ومش معقول يعني الترند يجي ويمشي من غير ما نجربه وكمان نقول راينا فيه. كبسه الهام، الناس بتسافر لها الرياض مخصوص عشان تجربها، فقلنا طب احنا مش هنسافر
الفلفل الرياض، يبقى نجربها بقى في بيتنا. جبت كده بصلتين متقطعين جوانح او جوليان، وفي حله على النار فيها معلقتين سمنه ومعلقه زيت، وهبدا احمر البصل لحد ما ياخد اللون الجولد الذهبي ده، وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي، عود قرفه وحبهان وبهارات كبسه وفلفل اسود وورق لوري وكمان ليمون مجفف وكاري وكمان مكعب من مرقه الدجاج. هنزل كل البهارات بتاعتي ديت وهديها تقليبه كده. عاوزه اقول لكم يا بنات ان البهارات اول ما بتشم ريحه النار كده في الزيت بتبدا تتحمص كده وريحتها تطلع. في الوقت ده هضيف طماطميه كده متقطعه مكعبات وهقلبها كده لمده دقيقه او دقيقه ونص، وبعد كده هنزل كمان بمعلقه او معلقتين من صلصه الطماطم، معلقه او معلقتين دي على حسب انت هتعملي كميه رز قد ايه. انا هنا حطيت معلقتين وهقلبها برده كده مع كل البهارات ديت. في الوقت ده بقى كنت غسلت الفراخ كويس وصفيتها، بس في غلطه يا بنات انا عملتها، هو ان انا المفروض بخلي الفراخ دي من الجلد بتاعها، بس انا مش عارفه اسوها عليا ازاي، وازاي نسيت ان انا اخليها. يعني انا المفروض ان انا عارفه انا هعمل ايه، والمفروض ان الاكله دي مش محتاجه يكون فيها جلد كده في الاكل، بس انا فعلا نسيت. بس ملحوقه يعني انا ظبطت الدنيا ديت وعرفت ازاي اعالج الغلطه يعني قبل ما اقدم الاكل. المهم بقى في الوقت ده هشيل الفراخ بتاعتي كلها وهحطها كده في الحله. عاوزه اقول لكم بقى يا بنات ان الريحه في الوقت ده ملهاش حل. هقلب بقى الفراخ بتاعتي في كل الخلطه اللي احنا عملناها ديت، وعشان كمان اضمن ان الفراخ بتاعتي استوت اكتر بجيب السكينه وبنغزها. بصراحه انا نسيت انغزها وانا بغسلها، فبرضه هنغزها كده في الحله عشان تستوي اسرع، وكمان اللحمه تبقى دايبه كده في الاكل. المفروض بقى ان انا في الوقت ده بزود الخلطه بتاعتي دي او بزود الفراخ كوبايتين من الميه المغليه. بس انتوا طبعا زي ما انتوا عارفين يعني ان انا الكاتل بتاعي بايظ، وبصراحه كسلت اغلي ميه على البوتاجاز، فانا ضفت ميه ساقعه من الحنفيه. اي ميه سخنه بارده مش هتفرق، المهم ان الفراخ تكون مغطياها الميه. في شويه ميه صغيرين كده فاضلين في الطبق، فانا هضيفهم تاني. هغطي الحله بقى بتاعتي وهسيبها كده تستوي براحتها. بحاول كده احبك الغطا كويس عشان يكون البخار ما يخرجش بره والفراخ تستوي بسرعه. هنا كده بعد ما كان عدى شويه بقلب الفراخ. بصراحه الريحه قلب البيت كله، ولا طعم الشوربه بقى في الوقت ده ملهاش حل يا بنات من جمالها. المهم بقى ان خلاص الفراخ قربت تستوي، كل شويه كده هكشف عليها الغطا اقلبها كده واشوف اخبارها ايه، استوت ولا لسه. المهم بقى في الوقت ده كانت خلاص الفراخ استوت. في الوقت ده كنت غاسله الرز وحطاه جنبي يتصفى، واول ما الفراخ استوت هبدا اضيف الرز بتاعي. انا عندي رز بسمتي مش رز مصري، وانا بستعمل الرز البسمتي الهندي، انا بجيب الكيلو منه يا بنات ب 120 جنيه. هضيف بقى الرز على الفراخ وهظبط ميته. المهم ان الميه تكون مغطيه الرز بتقريبا كده عقله صباع. طبعا في الطبيعي ان لكل كوبايه رز بسمتي كوبايه ونص من الميه. في الوقت ده انا حسيت ان الشوربه هتكون زياده شويه عن الرز، فيعني قللت الشوربه شويه من الرز واللحمه عشان ما يكونش الرز معجن. يعني انا مش عاوزه الصوص بتاعه يكون زياده او الشوربه بتاعته تكون زياده، انا عاوزه الرز مستوي بالظبط، مش عاوزه يعني يكون فيه نسبه سوائل زي الكبسه الحقيقيه بتاعت الهام. لا، انا محتاجه الرز يكون مظبوط والميه بتاعته مظبوطه بالظبط. يعني في الطبيعي ان كبسه الهام اللي احنا بنقلدها النهارده دي بتكون الشوربه بتاعتها زياده، لكن انا مش عاوزاها كده، انا عاوزه الرز مستوي بالظبط، مش عاوزه فيه شوربه زياده. هشيل الشوربه الزياده من الحله وهسيب بقى الرز يستوي كده مع الفراخ، وهغطي عليهم واسيبهم براحتهم. وتعالوا بقى شوفوا شويه الشوربه دول. عاوزه اقول لكم ان المعلقه منها قطع من الاكل كله. عاوزه اقول لكم ان انا خبيتها كده من ورا العيال في التلاجة، وعملت عليهم شويه ملوخيه، كانوا قطع شويه ملوخيه اكلتهم. الرز هنا بدا يشرب الميه او الشوربه بتاعته، هبدا اقلبه كده عشان ما يتحرقش او يتلسع. بعد كده هنقله على الشعله الصغيره وههدي عليه النار وهسيبه يكمل سواه. طيب تقولوا لي ايه الميزه في الاكله دي غير ان هي طعمها حلو؟ اقول لكم الميزه فيها ان كله بيتعمل في حله واحده، واكله سهله وسريعه، وكمان طعمها حلو بصراحه يا بنات. كفايه شويه الشوربه بتوع طبق الملوخيه. نسيت اقول لكم ان وانا بحط التوابل انا ضفت كمان ملح، يعني الطعم مظبوط والملح بتاعها مظبوط بالظبط على الشعر. خلاص بقى لحد هنا يعتبر الاكله استوت، فاضل بس 10 دقايق الرز هياخدهم على النار يشرب باقي ميته وخلاص على كده. الاكله دي بقى ناقصها سلطه الدقوس. في الكبه وهحط طماطمتين، قرن فلفل كبير كده رومي، وكمان هحط حزمه كده من البقدونس، فصين توم مفرومين، رشه كده من الكزبره الناشفه، رشه ملح، رشه فلفل اسود. البهارات بقى بتزودي وبتقللي فيها على حسب كميه الخضار اللي انت حطاها، وطبعا البهارات دي اختياري، النكهه اللي انت عاوزه تضيفيها ضيفيها. اللي بيظبط الطعم بقى الخل او الليمون. عاوزه اقولك ان لو انت حاطه كيلو طماطم فانت بتحط ربع كوبايه من الخل، لو انت حاطه اقل فانت برضو بتقللي كميه الخل، وكذلك الليمون. عاوزه اقول لكم بقى ان سلطه الدقوس دي مفيش غنى عنها جنب اي كبسه، لازم جنبها دقوس على طول. كبسه الهام، كبسه سوري، كبسه سعودي، اي كبسه مش هتستطعميها فعلا غير بنوع السلطه ده.
هعصر ليمون في العصاره. انا بصراحه ضفت 3 ليمونات، عملتهم على 6 مرات زي ما احنا شايفين، لان كل مره بعصر فيها نص ليمونه بس مش ليمونه كامله. وزي ما قلت لك لازم نظبط كميه الخل، لان لو الخل طلع كتير هنحس ان السلطه صايصه كده وبناكل شوربه خل مش بناكل سلطه. هنظبط الملح بقى بتاعنا وهنحط رشه ملح صغيره كده، وهنفرم كل الكلام ده كله في الكبه. المفروض ان انا بفرمه نص فرمه مش فرمه كامله، يعني مش بنعم كل الخضار ده، لا هي نص فرمه بس. مجرد ما الكبه بتلف مره واحده بس بفصلها على كده. عاوزه اقول لكم ريحه الخضار حلوه قوي، وكمان طعمها كان جميل، وكمان الفلفل الاسود مديلها سنه كده، يعني تحس ان طعمها حامي شويه كده، مخلي طعمها حلو فعلا. عاوزه اقول لكم ان انا كانت في نيتي اعمل لهم توميه او مايونيز مع سلطه الدقوس، لكن هم خلصوا الطبق ده وطلبوا مني ان انا اعمل لهم تاني. يعني هم رفضوا المايونيز وكمان رفضوا التوميه وقالوا لي لا اعمل لنا دقوس، هم بيحبوها بصراحه. هي كانت غلطه مني ان انا ما كترتش في الاول، بس عايزه اقول لكم ان انا في الوقت ده اصلا كان صباعي مفتوح، يعني انا كنت شاريه سكينه جديده وانا بستخدمها فتحت صبعي، فانا كنت مش مركزه بصراحه في اي حاجه، فده اللي خلاني عملت الكميه كانت قليله. بس لما هديت كده طبعا وبقيت احسن يعني عملت لهم تاني وزودت لهم الكميه. في الوقت ده بقى كانت الكبسه استوت وجبتها من على النار. كنت عاوزه اقلب الحله بس ما عرفتش فعلا، صباعي كان متعور ما عرفتش خالص. ولما حاولت يعني ان انا اضغط على نفسي كده واقلبها ما ظبطتش في التصوير وما كانتش جايه. فالمهم بقى ان الكبسه طلعت جميله جدا، اللحمه دايبه كده ومستويه، طعمها تحفه بجد، يعني مش هتكون اخر مره اجرب كبسه الهام. بالنسبه بقى لجلد الفرخه اللي انا نسيت اشفيها قبل ما اسويها، فانا قبل ما اقدم الاكل يا بنات يعني دورت في الحله كلها وخرجت كل الجلد اللي كان فيها. هي غلطه مني طبعا انا معترفه بيها، بس جل من لا يسهو، يعني اكيد غلطه ملحوقه وعرفت اصلحها. سلطه الدقوس اللي خلصت وعملتها تاني جنب الاكله دي تحفه ملهاش حل. بصوا بقى عاوزه اقول لكم ان انا يومي خلص لحد هنا، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.